معانا اسماء او اسئله يعني هوجهها لحضرتك. هقول لك الاسم وانت تقول الموقف او ايه اللي حصل على اساسه. انور سيف. انور سيف ابن من ابنائي، واول ما لعب كمال الاجسام لعب في عهد عادل فهيم، وكان من اقرب المقربين لعادل فهيم وما زال من اقرب المقربين، انما انا يعني واخد على خاطري شويه. وانور سيف كان بمعرفتي مدير فني منتخبات القوميه في عمان، وكان يتقاضى اعلى اجر وشقه وعربيه، وكان طول الوقت اللي هو موجود في عمان ابني وحبيبي وبيقول احسن كلام وله الشكر. وانور سيف لما طلب كارت الاحتراف وهو ما حصلش على اول عالم، كارت الاحتراف كمان ما بياخدوش اول عالم، ده بياخدوا بطل الابطال. انور سيف جاب مره تاني وجاب مره تالت، ودي نتائج متميزه وكويسه. طلب مني كارت الاحتراف، وبرغم عدم حقه الا اني تدخلت مع رئيس الاتحاد الدولي وجبت له كارت الاحتراف. مشكله كارت الاحتراف ايه بقى؟ انك اصبحت مسؤول عن نفسك. الدولة لا تستطيع ان هي تدعمك، الدولة لا تدعم المحترفين. دي نقطة بقى مهمة جدا عايزين نوضحها للناس. يعني المشكلة اللي كانت بين الاتحاد وبين كابتن انور سيف هي ان لما هو خرج من البطولة للاحتراف، بدأ خلاص في قانون في الاتحاد بينص ان الاحتراف ما بنرعاهوش. الاتحاد وزارة الشباب والرياضة لا ترعى المحترفين. وهو يعني ايه احتراف؟ ما هو احتراف معناها ان هو هيروح يشوف له ناس داعمين عشان يشترك في بطولات الاحتراف، وهو كان عارف هذا الكلام. وانا عرضت عليه، قلت له انا هعمل لك اكسبشن ليك انت بس، انا مستعد ارجعك من الاحتراف للهوايه مره اخرى، برغم صعوبه هذا الكلام لكن كنت هعمله. قلت له ارجعك وتاخد مرتباتك اللي انت كنت بتحصل عليها كلاعب وتحقق بطولاتك لان انت بطل، انما على مستوى الاحتراف مش قادرين نقف معاك. هو كلمني قريب قوي، يعني اقل من شهرين، وابدى رغبته في ان هو يعمل في الاتحاد في الجهاز التدريبي للمنتخب. وانا فورا ودون مناقشه قلت له يسعدني جدا، لانه راجل كان مدير فني محترم في عمان، ولانه راجل بطل كمال الاجسام ما ننكرش هذا الكلام، ولانه راجل عاوز يرتبط بالاتحاد ويقدم خدمه. وقلت له ان احنا بنجدد العقود بتاعتنا في 1 سبتمبر، وقلت له في 1 سبتمبر هيبقى لك عقد وهتبقى مدرب وهيبقى لك مرتب. فوجئت يعني الكلام ده في اقل من شهرين، مش عارف من شهر ونص، من شهر مش عارف. وكانت مكالمه وديه ولطيفه كما هو المعتاد بيني وبينه، عمري ما كنت في مشكله مع انور سيف. فوجئت ان هو منزل على الفيسبوك بتاعه بيقول ان اي حد عاوز يشارك في بطوله ما في الكويت مش معترف بيها من الاتحاد الدولي يبعت لي باسبوره او صوره باسبوره او بياناته عشان اشركه. فانا حتى ما تدخلتش، قلت يعمل اللي هو عاوز يعمله، يعني هو ما يخصه. هو في هذه الحاله كان هيخسر علاقته بالاتحاد الدولي، لكن ما كانش هيخسر علاقته بيا. لكن هو بقى جه بعد كده وقال لك الصلاحيه انتهت، وما الصلاحيه انتهت وخلاص، طالما هو شاف ان الصلاحيه انتهت يبقى الصلاحيه انتهت. يعني